من بعد ما غدراتنا الحركات في محرك الحوز وطاح السبع ديالنا في يدين الظلام، ما بقى لينا غير نطويو الارض ونقصدو فاس العاتقه، حيت تما كاين الساروت ديال هاد اللغز. وصلنا لدروب فاس في الفجر، البرد كينخر العظم والسكوت مغطي الصوامع. دقينا باب رياض الحاج مانغا، الراجل اللي قاري ألواح زمان وعارف أسرار الوديان. ملي دخلنا حسينا بريحة النخوة، ريحة العشوب والزليج البلدي اللي كيرد الروح. جلسنا شربنا كاس داتاي مر بحال المرورة اللي في قلوبنا على فراق با أفوكادو. الحاج مانغا شاف فينا شوفت الأب الحنين وقال لنا الدموع ما كترد الغيب والغل ينور طريق الشقة. شوفوا أشنو مكتوب في هذا المخطوط القديم. حل قدامنا كتاب من ريحة الجدود ورمى العشوب في المجمر. وسط داك الدخان شفنا با أفوكادو محبوس في مطمورة ظلام، السلاسل واكلة من اللحم والخضر. قلبي تفرقع وفريزي تزيرات على كميتها حتى بغى يخرج منها الدم. الحاج مانغا قال لنا لقيت تفاحة لابس سحر كحل والدواء ديالو كاين في قمة توبقال. هذيك البلاصة فين نابت الزهر الفضي هو الوحيد اللي غيطفي عافية الغدر ويرد الروح للبلاد. طلعنا لسطح الرياض وشفنا لجهة جبال الأطلس الشامخة، البيوضية الثلج كبانت لينا بحال الكفن ولا بحال الفجر الجديد. طريق توبقال صعيبة وعامرة بوحوش الضباب، ولكن وحق أرض المغرب اللي كبرنا فيها حتى نطلعوا لداك الجبل ونجيبوا الحق ديالنا. والمرة هذه غنمشيو لقلب الموت وبراس مرفوع. انتي ولا انت إلا عجبك المحتوى ديالنا راك عارف شنو دير بلا ما نوصيوك. شكرا حيت بقيتي لآخر الفيديو.